لما تسمع أو تقرأ أو يجيلك خبر بأي طريقة من الطرق إن في حالة معينة محتاجة مبلغ معين، لازم تتعامل مع ده على إنه أوردر جايلك من ربنا. خليك ناصح واخطفه. أيوة، اخطفه أنت بدل ما يروح لغيرك. أنت ما بتديش حد حاجة من جيبك، ثق في ده تماما. الفلوس فلوس ربنا، وهو بيك أو من غيرك هيوصلها لصاحبها. هو بس عشان بيحبك بعتك أنت بيهم تكريما ليك، وعشان يحليلك بقك كمان. بلاش تشغل دماغك عشان خاطري وتقول هو أنا حلت حاجة، ده مرتبي بيكفيني بالعافية. عشان يا حبيبي زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصلك الفلوس دي، هو قادر يوصلها لصاحبها عادي، سواء عن طريق واحد غيرك أنصح منك هيقرأ الرسالة ويفهمها، أو حتى من غير وسيط خالص. ربنا بيرزق من غير سبب عادي جدا. اتشعبط انت بقى في الفرصة وقول له يا رب المشوار ده يلزمني، عشان محدش مستفيد من القصة دي كلها غيرك انت. لا ربنا هياخد حاجة منك، ولا عباد ربنا اللي هتتصدق عليهم هياخدوا حاجة منك. انت اللي هتاخد مكسب من غير مقابل. عشان كده أسيادنا الكبار اللي كانوا فاهمين الزتونة وعارفين